قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قال صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 2 لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس، حين يلحم بعضهم بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 2 لا تردان أو قلما تردان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. كان النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك، خير ما اكتنز الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم،